الكونجيلاتور راهو معمر باللوبيا الفصاصه باسكو رانا في وقتها والوالد الكريم يشتي شويه يتحمس. درتها لهم اليوم مع مطلة سخونه على طريقتنا في كوكوط وحده نشفه كانت ديرها لنا تجي ملبيه تذوب في الفرن. في كوكوط بيبي يافلي والفتوني بها عندي فايت عام وانا نستعمل فيها بزاف. هايله تجي فيها 5 قطع. تقدروا ديروا كوكوط كبيره ولا صغيره على حسابكم. مخدومه اكيد بلينوكس راهي مطبوعه من لورا وتلقاوها متوفره عند بيبي ياف كويزين شاف هو اللي يبيع الاوريجينال. هنايا قليت اللحم البقري مع البصل وزيت زيتون ومن بعد زدت الطماطم مع الثوم الفلفل الحار ولي زيبيس. وهنا انا ما كانش دير الكمون كملوا للاخر. تشوفوا وقتاش تزيدوا قليت كلش مليح وزدت اللوبيا الفصاصه تاعي وكملت قليت ومن بعد مرقت ودرت مغرف كبيره خير. غلقت لاكوكوت بكل سهوله نخليها طيب مده نص ساعه ونجي ندير المطلوع نخلط السميد والماء هذا مكان. وما بين ما يتعجن العجينه نخلط السكر مع الخميره والماء الدافي وكي تتفاعل نزيدها للعجين تاعي ونزيد الملح مع الاخر ونخليها تتعجن. لازم تكون مرخوفه كيما هكا. نخليها تخمر شويه نقرصها ونرجع لللوبيا نتاعي. هنايا فاتت غير نص ساعه. اللوبيا واللحم راهم طايبين. زبده نروح نخلط شويه كمون مع هريسه طوماط كونسونطري ونزيدهم لللوبيا مع فلفل حار. نخليها تكتك شويه ونروح نطيب مطلوعاتي. الله نحمرهم وشوفوا كيفاش يجيو. هذه هي الطريقه الاصليه اللي جامي نبدلها. وهنا اللوبيا كانت تجمرت راهي ملبيه تهبل واللحم طايب زبده. على بالكم لاكوكوت بيبي ياف اللي ما كسبتهاش راهي طراطي. وجربوا لي اللوبيا بهذه الطريقه وهذا ما كان.